السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، انا فتحت الكاميرا ونفسي اصور معاكم جدا، بس النهارده انا مش عارفه، اول مره احس فعلا ان انا مكسوفه جدا قبل ما اجي اصور فيديو، وحاسه اني مش عارفه هقول ايه. بس فيديو زي ده ما ينفعش ما يكونش موجود في القناه، ولحظه زي دي ما ينفعش ان انا ما اشاركهاش معاكم، لان اللحظه دي انا كان نفسي فيها بقالي كتير قوي. الناس اللي متابعيني ومتابعيني باستمرار عارفين قد ايه ان انا كنت نفسي زي اي حد اكيد نفسه ان هو ينجح في اي حاجة هو بيعملها في حياته. ان انا كان نفسي انجح وان انا اوصل لل100,000، مش ال100,000 كرقم، على قد ما انا كان نفسي اوصل لاي رقم ايا كان، بس اللي اليوتيوب فيما معناها وقتها بيعترف بالقناة ده او بيعترف بالمحتوى دي. وكان هو شروط اليوتيوب عشان ناخد اول درع او اول مكافأة هو ان احنا نوصل ل100,000، والحمد لله انا وصلت لها، بس بعد 3 سنين. مش عايزه اقول لكم 3 سنين من التعب والمعاناه وكده، لان انتوا سهلتوا عليا الموضوع قوي 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 قوي. الناس اللي بتحب امونه وعيله امونه حبونا زي ما احنا كده، حبونا من غير ما يبقى فيه تكاليف في التواصل معاكم، حبونا من غير ما اشترطوا علينا محتوى معين ان احنا نقدمه لكم. تفهمتوا ظروفي ان انا عندي طفلين، تفهمتوا التنقلات اللي كانت موجوده في حياتي خلال الفترة اللي فاتت ديت، واي حاجة كنا بنقدمها لكم كانت بتعجبكم، وما زلتوا معانا. في ناس معانا فعلا من اول ما فتحنا القناة بقالهم 3 سنين فاكرين حاجات انا يمكن احيانا بنساها، او بتبقوا فاكرين تفاصيل ولحظات حلوة في حياتي انا وثقتها من خلال اليوتيوب، سواء من اول ولادة داود، لان داود بالفعل بقول عمره من عمر القناة. انا فتحت القناة وانا حامل في اخر شهر من ولادتي لداود. فمن اول بقى ما ولدت داود لحد اللحظة دي انتوا مشاركين يعني تفاصيل حياتي، شفتوا ولادي وهم بيكبروا لحظة بلحظة. انا زيكم كده، لما برجع للفيديوهات القديمه وبتفرج عليها ببقى يعني بشوف كده ذكريات جميله قوي ممكن اكون ناسياها، بس قد ايه قلت الله حلو اني فعلا قدرت اوثق اللحظات ديت عن طريق اليوتيوب، ان انا اشارك معاكم اللحظات الحلوه. وانا دايما بحاول ان انا اشارك معاكم حياتنا الحلوه البسيطه اللي ما فيهاش اي تكلف، وهي دي ايمان، سواء قدام الكاميرا او ورا الكاميرا. والناس اللي هم يعني عارفوني عن قرب عارفين ان ايمان هي دي ايمان فعلا. فانا مبسوطه جدا 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 ان انا قادره اشارك معاكم الفيديو ده، وان انا قادره اقول لكم فعلا ان انا استلمت الدرع يوم 1/3/2023. فده بالنسبه لي هيفضل تاريخ كده من التواريخ اللي انا مش بنساها. انا واحده من الناس بحب قوي اتذكر التواريخ الجميله في حياتي او المناسبات الجميله، فدي مناسبه جميله جدا ان انا احس ان انا نجحت في حاجه. يمكن انتوا عارفين ان انا ما ببتكرش او بقدم محتوى تعليمي او حاجة ممكن تهمي ناس كتير، ولكن انا بشارك. كان هدفي ان انا اشارك معاكم يومياتي، الحياة في تركيا، تجربتي. بس يمكن من حبكم لينا اخدتوني اكتر على ان فعلا هي يومياتي، حياتي، يومي فيه ايه، هو دوت اللي انا بشاركه معاكم. ولكن اني اوصل لحد احس ان انا حاسه ان انا نجحت ما تفهموش يعني نجحت في ايه، بس نجحت في على الاقل ان انا في شيء اتمنيته وقدرت ان انا اوصله. حتى لو بقول ان 3 سنين فتره كبيره عقبال ما كنت اوصل للحاجه ديت، بس كل حاجه بتبقى مكتوبه وكل حاجه بيكون ليها اوانها. هي الفرحه مكتوبه لي ان انا افرحها دلوقتي، ومبسوطه جدا ان انا اشارك معاكم الفرحه دي. وعايزه اقول لكم صدقوني 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 انا فرحتي من فرحتكم. يعني انا عارفه انتوا فرحين لي قد ايه، وحاسه ان انتوا فرحين اكتر مني. فانا فرحانه ان انا وصلت لدوت معاكم، وان انا حققت دوت معاكم، لاني طبعا انا من غيركم كنتش هعرف اوصل لاي حاجه ولا احقق اي حاجه. كله بفضل ربنا ثم فضلكم، في حبكم لينا، في تفهمكم زي ما قلت لكم في اي ظروف، حتى لو فيديوهات بسيطه، ولكن ان انت حبيتوها وتقبلتوها زي ما هي. فاللحظه دي انا عايزه اشوف معاكم الدرع، لان انا ما فتحتوش بقالي كام يوم، ولكن ما كانش فيه فرصه ان انا اقدر اشارك معاكم الفيديو او اصور. فعايزه اقول لكم منتظره بجد ان انا افتحه واشوفه معاكم. فتعالوا نشوف الدرع مع بعض. تاتا بصوا، طبعا انا من الفضول قعدت اتفرج على الفيديوهات اللي برضو بيشاركوا فيها الدرع عشان عايزه اشوف شكله من جوه، لكن ما فتحتوش. ف لسه هفتحه اهو معاكم. بسم الله، وثقوا اللحظه دي
دي بالنسبه لي في حياه امونه في تركيا لحظه تاريخيه. بقيت احب قوي اسم امونه. انا يمكن قلت لكم يعني الناس اللي عارفه طبعا اسمي ايمان، وايمان اسم ليه دلع كتير قوي، وامونه دي ما كانش حد بيقولها خالص خالص، ولا انا كنت بستخدمها، ولا يعني حد بيقول لي امونه. يمكن بابا، ممكن حتى بابا كان بيقول لي منى تقريبا. يعني امونه دي مثلا لو كل 10 بيقولوا لي اسم دلع ممكن واحد بس اللي يقول لي امونه. بس امونه دلوقتي بقى اسم في حياتي ليه معنى كبير جدا. محدش بيقول لي دلوقتي غير امونه، حتى اصحابي ما بيقولوش يقولوا لي ايمان، بقى يقولوا لي امونه. فانا مبسوطه ان امونه سواء في حياتي انا او في حياتكم ان هي حاجه حلوه. ف تعالوا بقى نفتح بجد مبسوطه. دي دي حاجه تبع الشحن. مكتوبه لي بالتركي عشان انا طبعا قناتي مفتوحه من تركيا ومقدمه بالتركي، فحتى رساله الشكر اللي وصلتني وصلاني بالتركي. آه كاتبين لك هنا: هل فاكرين اول مشترك؟ طبعا انا اول مشترك طبعا اكيد كانت ماما. وبدات طبعا ان انا عدد المشتركين، يعني انتوا عارفين بتبقى اول ما بنفتح من الاصحاب المقربين، الاهل، الاقارب. بس آه متذكرة اول كام حد فعلا كان معايا في فتحت القناة. متذكراهم جدا، بعيدا بقى عن ماما او بابا او كده. يعني بدون مش عايزة انسى حد، بس في اتنين فعلا انا متذكراهم: دينا صاحبتي من ايام الجامعة، وشيماء عزيز دي زميلة اخويا في الشغل. بجد من اول الاتنين اللي كانوا معايا، يعني من اول ما انزل اي حاجة قد ايه كانوا بيبقوا مبسوطين، قد ايه كانوا بيشجعوني. يعني في ناس طبعا هي اللي شجعتني لحد ما يعني القناة تاخد مرحلة ان انا اكون معروفة او ان انا اوصل للمتابعين. فمش ناسياهم ابدا، ولا ناسية دعمهم، ولا ناسية كل كلمة حلوة كانوا بيقولوها لي علشان ان انا اكمل. فلما بيقولوا لي انت فاكرة اول مشترك، انا فاكرة، انا فاكرة. ويعني زي رسالة شكر. وبعد كده الله دوت الدرع. مبسوطة. أمونة في تركيا، بجد أمونة في تركيا بقت يعني حاجة حلوة في حياتي. آه السرطان بقى، برج السرطان هو برج عاطفي كده. كان نفسي يكون عندي الدرع. زي ما اقول لكم انا احيانا مش هقول لكم مش بكون مقتنعة بالمحتوى، ولكن زي ما اقول لكم انا ما ببتكرش يعني ما بصورش حاجة معينة تعليمية زي ما كنت فاكرة اصلا. يعني او كان هدفي من البداية ان انا افتح القناة عشان اعرفكم اكتر على تركيا او عن انا فتحت القناة كنت عايشة في مدينة جمشانة في شمال تركيا طبعا. اسم يعني اعذروني لو انا بعيد، بس الناس القديمه طبعا عارفه الكلام دوت، ولكن عشان لو في ناس لسه جديده او اول مره بيشوفونا على القناه. دي كانت محافظه صغيره في شمال تركيا يعتبر على الجبال وكده، ولكن يعني مدينه فيها طبيعه خلابه جميله جدا بالنسبه لي، مختلفه مثلا عن مصر احنا صحراويه، فكانت حاجه بالنسبه لي جديده واجواء مختلفه. وكنت قلت حابه ان انا اشارك معاكم دوت، حتى لو هبدا بالمدينه الصغيره اللي انا ساكنه فيها، ولكن انا اعرفكم اكتر عن تركيا والحياة في تركيا. ولكن زي ما بقول لكم الموضوع انساق اكتر ان هو بقى يومياتي، ودوت حصل بظروف بسبب ظروف اطفال، اني لقيت ان انا لا صعب ان انا اخرج مع طفلين صغيرين. اتنقلت، حصل تنقلات في حياتي، عزلت من مدينة للتانية للتالتة. فدوت يعني كان مرحلة تنقلية جدا في حياتي وصعبة ان انا كنت اقدر اقدم فيها الحاجة. وحاسة ان خلاص مش هقدر في الوقت الحالي ان انا اغير محتوى قناتي، لاني بقالي 3 سنين على اليوتيوب بشارك يومياتي وحياتي الاسريه البسيطه. حتى وانا بظهر انا لوحدي مش كل افراد اسرتي، ولكن خلاص انتوا اتعودتوا على دوت واتعودتوا على الفيديوهات ديت. فهو كان النصيب ان القناه تمشي يعني بالريتم دوت، وانتوا اللي ساعدتوني. يعني انا زي ما بقول لكم ليكوا فعلا بجد فضل كبير جدا في ان انتوا يسرتوا عليا الموضوع. ف
انا كان نفسي ان انا اوصل عشان احس ان انا نجحت. وزي ما قلت لكم مش مجرد انا ما كنتش عايزه الرقم، ولكن بما ان اليوتيوب يعني اول شيء بيعترف بيها او يقدر يكافئ فيها صاحب المحتوى هو لما بيوصل ل100,000 مشترك. فانا كنت عايزه اوصل مش للرقم على قد ما انا عايزه اوصل عشان يجي اليوم اللي اشارك معاكم الدرع ده، وان هو يكون موجود عندي ومتعلق، واحس فعلا ان انا نجحت. لاني انا بشخصيتي بصراحه شخص بيحب ان هو ينجح، طموحة، بحب ان انا اسعى، بحب ان انا اجتهد. فبما اني بدأت حاجة في حياتي فكنت عايزة انجح فيها، وعلى القدر يعني المستطاع بحاول اجتهد ولو على يعني مستوى بسيط على حسب نوعية المحتوى بتاعي. فانا مبسوطة اني امونة في تركيا بجد. فمبسوطة بجد ان انا بشارك معاكم الدرع ده النهاردة. مش حابة ان انا اكون كده يعني بطول عليكم، مش حابة ان الفيديو يكون طويل، ولكن طبعا انا بشكر كل واحد فعلا منكم دعمني وفعلا حبلي الخير ودعالي ان انا انجح وان انا اوصل، وحب ان احنا نكون موجودين في حياتكم. يعني زي ما بقول لكم انتوا يسرتوا عليا الموضوع في ان انا اشارك يومياتي البسيطه ديت، بس ان احنا لما بنغيب عليكم يوم وترجعوا تسالوا علينا، او ان انتوا حابين ان احنا دايما نكون موجودين في حياتكم، فده بالنسبه لي هو اصلا اكبر نجاح. آه الناس اللي متابعاني من زمان على اليوتيوب، يعني انا يمكن شاركت وقلت لكم ده اكتر من مره، في يمكن اكتر في اللايفات لما بطلع وبحكي. وعايزه اقول لكم انتوا اللي علمتوني الرغي وعلمتوني ان انا اتكلم كتير. كنت طول عمري ماما تقول لي انت رغايه، لا لا خالص، وكنتش بشوف نفس الرغايه، بس عرفت من بعد ما بقى عندي اليوتيوب قد ايه ان انا رغايه. لما بطلع معاكم اللايف بيقعد ساعه او ساعتين، كسرنا الريكورد قبليه كده وعملنا ساعتين ونص لايف. ف يعني انتوا بالنسبه لي زي ما بقول لكم اليوتيوب في حياة إيمان الشخصية مش مجرد بس شيء مثلا هنقول إن عليه عمل، أو إن هو مجال من خلاله بقى مثلا مصدر دخل ليا ورزق ليا ولأسرتي. لأ، أنا اليوتيوب على مستوى الشخص بالنسبة لإيمان شيء اجتماعي كبير جدا جدا، لأني بصراحة من الحاجات اللي أنا بحسد عليها نفسي، يعني غصب عني بجد بحسد عليها نفسي، وبحس ان انا مختلفة في الحتة دي عن اي مش يعني ما اعرفش علاقة برضو ان اليوتيوبر التانيين بمتابعينهم عاملة ازاي، بس انا بحس ان انا ليا علاقة خاصة جدا بمتابعيني. آه مش بعتبركم انتوا فعلا حاجة كبيرة جدا في حياتي. انتوا انا عمالة اقول لسه قبل ما ابدأ معاكم وافتح الكاميرا، كنت عمالة اقول وافكر هو انا لو ما كانش عندي اليوتيوب وعندي متابعيني دول في حياتي في ال3 سنين دولت، حياتي كانت هتبقى عاملة ازاي؟ خاصة زي ما قلت لكم انا يعني مريت كده بحياة تنقلية ومرحلة فاهميني ما فيهاش نوعا ما استقرار شوية، وده طبعا بظروف الحياة وكده. فعمالة اقول هو هم لو ما كانوش موجودين في حياتي كنت انا ازاي همر بال3 سنين دولت؟ خاصة بقى دول 3 سنين انا مش شغالة. فمثلا اول ما جيت في تركيا واستقريت كان ناس كتير جدا بيسألوني ايمان انت ما حسيتيش بالغربة او كده؟ آه، فبصراحة كنت بقول لأ، لأني كنت وقتها فعلا بشتغل، وكانت عدد ساعات الشغل صعبة، بشتغل 10 ساعات. ففعلا الحياة واخداني جدا وما كنتش بحس بالغربة. لو تسألوني حسيت بالغربة امتى؟ أول ما بقى عندي طفل، أول ما ولدت جلوزار، وقتها عرفت يعني ايه غربة. لأن وقتها بتعرفوا قد إيه إن انتوا محتاجين الأهل والأصحاب، ومحتاجين ان حد يكون يواسيكوا، ومحتاجين ان حد يقف جنبكوا ويساعدكوا، لان بتكون فترة صعبة. ف اعذروني بجد، بس انا شخصية عاطفية جدا ما بقدرش اسيطر على نفسي، بس انا فرحانة، مش بعيط زعل، انا بعيط ان انا فرحانة. إيه، فانتوا بقى دخلت حياتي، انتوا دخلت حياتي، فبقيتوا ليا ونس وسند. انا يعني والله ما بقول كلام، بس طبعا انا عندي يقين جدا في ربنا ان ربنا دايما معايا، ومن بعده سندي في الدنيا امي من بعد ربنا. بعد كده بقيت احس ان انتوا يعني بقيت حاسه ان انا عندي سند في الدنيا بسببكم، لاني زي ما قلت لكم علاقتي بالمتابعين الناس ما يعرفنيش، الحمد لله ولله الحمد. من اكبر النعم اللي ربنا رزقني بيها الفتره دي في حياتي هي حبكم ليا، ومن مكسب ليا من اليوتيوب
مش مكسب مادي على قد ما هو ليه مكسب معنوي كبير جدا في حياتي. زي ما قلت لكم انا ما بقتش خايفه، ببقى حاسه ان لو وقعت في حاجه هيبقى معايا اللي يسندني، هيبقى معايا اللي ينجدني، هيبقى معايا اللي يلحقني. هعرف احكي. بقى ليا اصحاب كتير جدا، مش بس من مصر، لا بقى ليا يعني اصحاب من دول تانية، وبقوا ناس مقربين جدا. لما بنزل اجازتي في مصر صدقوني انا ببقى نازله ليكم، ببقى نازله وانا عارفه ان انا اجازتي هتبقى حلوه عشان هشوف الناس اللي بحبها والناس اللي بيحبوني. آه فانتوا بالنسبه لي حاجه كبيره قوي 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 قوي. ولو انا حاسه ان انا ناجحه، انا حاسه ان انا ناجحه بيكوا، او انتوا اللي محسسيني ان انا انسانه ناجحه. اللي انا بقدمه دوت على الرغم ان انا بقدم يوميات، شيء ما فيهوش اي ابتكار ولا اي شيء. يعني انا يمكن انا مثلا لو تسالوني ايه اللي بحس انه ممكن اهو يكون حاجه مفيده في محتواه، لو بشارك معاكم وصفه مثلا جديده اتعلمتها، فانتوا جربتوها، فاحس ان انا كده علمتكم حاجه او شاركت معاكم حاجه. غير كده بحس ان انا مفيش حاجه بقدر اقدمها لكم. لكن انتوا بتشوفوني ان انا حاجه، يعني بتشوفوني ان انا حاجه في ان انا بقدر اشارك معاكم حاجه، وحتى لو مش رساله مباشره من خلال الفيديو، لكن من حياتي وشخصيتي وطبيعه حياتي بلاقي بقى رسائل بتوصلني منكم قد ايه ان انا مثلا ساعدتكم في حاجه الفلانيه، او ان انا فدتكم في الحاجه الفلانيه. ف مبسوطة ان انا قدرت ان انا اساعدكم في حاجة في حياتكم من غير حتى مش مع القصد، بس وقتها بتحسسوني ان انا فعلا حاجة مفيدة. مش عارفة، انتوا حاجة كبيرة جدا في حياتي. المهم بلاش بقى ايه امسحي دموعك يا امال. آه، مش عارفة يعني، مبسوطة ان انا بشارك معاكم وبصور معاكم الفيديو ده. لحظة حلوة وهتبقى ذكرى حلوة. انا مبسوطة خلاص، مش عايزة حاجة تانية. انا مش هدفي ان انا اوصل لمليون ولا 2 مليون ولا 3 مليون في اليوتيوب والكلام ده، مش هي دي دماغي. ولكن طبعا هكون حابة ان انتوا دايما تكونوا موجودين في حياتي، وان انا اكمل طبعا في اليوتيوب. بس بالنسبة لي انا كده، بالنسبة لي خلاص انا كده نجحت، حاسة ان انا خلاص ان انا نجحت. المهم سريعا برضو علشان الناس اللي لسه فاتحه قنوات، او الناس اللي لسه عايزه تبدا قناه، لاني جالي مثلا امبارح رساله حد بيسالني ايمان هو انتي ازاي عملتي اعلان او دعايه لقناتك؟ فانا قلت لها لا انا ما عملتش اي اعلان خالص لقناتي. وبالفعل انا ولا مره عملت اي اعلان لقناتي. الدعم كله يعني كان منكم انتوا، يعني اني فعلا عشان تنجح في اليوتيوب طبعا بعد اشياء اللي انت تعملها، بس هو نجاحك من حب متابعينك ليك، او ان يكون فعلا عندك متابعين حقيقيين. من هنا لو عندك متابعين انت هتقدر تنجح وتكمل. لكن طبعا اليوتيوب انا برضو يعني على الرغم ان انا بقول لكم محتوايا بسيط، ما بقدمش حاجة فيها ابتكار يوميات، بس على قد ان هو مش معناه كده ان هو حاجة سهلة، لا بالعكس خالص. اليوتيوب انا اتذكر ان جت عليا ايام كنت بعيط علشان عايزة انجح واوصل ومش عارفة. اليوتيوب مش حاجة سهلة، بس اليوتيوب يعني انا هتكلم على اليوتيوب بس لان انا اصلا يعني تعرفين ان انا بقدم محتوى على اليوتيوب بس، وهو دوت اللي ليه تجربة يعني عملية معاه. انا بعتبر اليوتيوب هو عبارة عن شركة انت موظف فيها، ويمكن انا قلت لكم ده قبل كده. فاذا هتتقن في عملك وتكون شخص مجتهد في عملك هتقدر توصل. شخص مجتهد ازاي؟ انك اولا انت لما تيجي تقدم على وظيفة انت مثلا بتبقى مؤهلاتك بتتناسب الوظيفة ديت. فمؤهلاتك ايه عشان تكون عندك على اليوتيوب؟ اول حاجة مؤهلاتك هي المحتوى اللي انت هتقدمه، حتى لو محتوى بسيط يومياتك، بس لازم تبقى عارف هتقدمه ازاي. لازم تبقى عارف انك من وقت للتاني هتكون محتاج انك تطور وتتعلم اكتر. انا لو مثلا بتفرج على اول فيديوهات فتحتها مش زي الفيديوهات دلوقتي، وامل كمان ان انا اطور واقدر اقدم حتى لو محتوى يوميات، ولكن اقدر اقدمها بطريقة تكون شيقة نوعا ما، تكون مختلفة فيها تجديد. يعني انت بتفكر لدوت مش عشانك على قد ما علشان متابعينك، زي ما هم حاجة حلوة في حياتك انت عايز تبسطهم وتخلي فعلا فيديوهاتك بالنسبة لهم حاجة ممتعة، ما يكونش فيها ملل، يكونوا بيتفرجوا وهم مبسوطين. سواء مثلا الواحد لو بيتفرج على فيديوهاتي يا هيطلع منها مثلا مبسوط،
كسرت له مثلا حالة ملل حاسس بيها، اتعلم مني حاجة انا شاركتها مثلا، قلت معلومة. المهم ان يطلع من فيديو بتاعك باستفادة ولو حتى استفادة واحدة. فانت عشان تقدر تقدم دوت او توصل لدوت، زي ما بقول لكم، اولا يعني اليوتيوب انا ما دخلتوش الا لما كاني ذاكرته. يعني انا ما فتحتش اليوتيوب عشان الناس فاتحه قنوات وعندها يوتيوب، لا، انا فتحت اليوتيوب على يعني حالتي انا كايمان. فتحت اليوتيوب كان الهدف الاساسي ان هو يكون مصدر الرزق، لان انا فتحت اليوتيوب في فتره اللي هي بتاعه الكورونا، وانا كنت شغاله هوم اوفيس. ووقتها يعني زي اي ناس كتير جدا للاسف طلعنا من الشغل بسبب الظروف. انا واحده من الناس شغلي معتمد كله على الناس اللي بتيجي من خارج تركيا. فوقت الكورونا اصلا المطارات قفلت، ما بقاش فيه سفر وبتاع، فكان طبيعه شغلي اوريدي يعني مش هتكمل، لان اساسها ان حد يجي لك من خارج تركيا. فوقتها طلعت من الشغل، ويعني استغنوا عني وعن موظفين كتير. فوقتها كان بالنسبه لي ان انا يعني انا انسانه عامله بحب العمل، بساعد في البيت. فكان بالنسبة لي لازم اشوف حاجة، وكان هو اليوتيوب الحاجة اللي قدامي ان انا اقول انا هبدأ بيها لعل يكون مصدر دخل ليا، اقدر ان انا من خلاله يكون هو دوت دخل يعني. فدخلته وذاكرت، ذاكرت يعني ايه يوتيوب، يعني ايه يكون عندي قناة، ازاي اصلا انشئ القناة. ما رحتش سألت حد. يعني في ناس جدا بتستسهل ان تسأل، لا، انا بقول دايما اسعى، ولما تقف في حاجة طبعا من حقك انك تسعى، ومن حق الناس اللي تعرف ان هي لازم تساعدك كده، بس انت لازم تعمل حاجة. يعني اليوتيوب اوريدي اصلا موجود دلوقتي علشان في حاجات كتير جدا تعليمية. فدخلت اتفرجت على القنوات التعليمية، يعني ايه يوتيوب، ازاي انجح على اليوتيوب، ايه العواقب والعقبات اللي هتقابلني والصعوبات لما افتح قناة، ازاي انجح في اليوتيوب، ازاي اثبت ملكيتي اليوتيوب. كل ده قعدت اذاكره الاول، قعدت فتره. طب يعني ايه مونتاج، طب هستخدم مونتاج على برامج الموبايل ولا اللابتوب. ومش هقول لكم ازاي التصوير، ولكن اساسي المونتاج. حتى لو ما بتعرفش تصور، انت لازم هتكون محتاج المونتاج كاول حاجه من الادوات اللي انت محتاج ان انت تكون بتعرفها عشان ترفع الفيديو ايفن حتى على اليوتيوب. فتعلمت الحاجات دي، قعدت اقرا فيديوهات تعليميه وبتاع، وبدات. يعني انا لو اجيب لكم على السكرين مثلا اول فيديو عملته، انا فاكراه كان محشي كروم. وكنتش اعرف ان اليوتيوب مثلا بتصور بالعرض، بصور بالطول. ما كانش عندي تريبود، فكنت انا اللي ماسكه التليفون، فكانت ايدي بتتهز. طبعا يعني الفتره الاولى لحد اول سنه او سنتين كمان من اليوتيوب، انا ما زلت كنت بحاول اتعلم التصوير. في الوقت الحالي راضيه حاسه اني وصلت لحاجه، لكن زي ما اقول لكم ما زلت عايزه اطور من نفسي. فانت لازم يعني هتبدا في حاجه، لازم تكون مذاكر الحاجة دي كويس. وألف ب سواء أنا أو أي فيديوهات تعليمية هتتفرج عليها، هتلاقيهم بيقولك اليوتيوب ده محتاج استمرارية استمرارية استمرارية. هتيجي عليك لحظات ممكن تحبط، هتيجي لحظات هتلاقي نفسك انك بتتعب جدا ومفيش يعني نتيجة للتعب دوت. اعتبر ان هو مشروعك الخاص. الواحد لما بيجي يفتح مشروع بيبقى عارف ان بيقولك اول سنة ما تنتظرش ارباح، ده بالعكس انت هتصرف على المشروع، فلازم يكون عندك رأس مال. رأس المال هنا بالنسبة لك مش لازم ماديا، ولكن رأس المال بقى هو في وقتك ومجهودك اللي انت هتستثمره علشان تطور من نفسك، ان انت تاخد من الوقت علشان تقدم المحتوى دوت. فانا اشتغلت سنة بحالها يوميا كنت بنزل فيديوهات، وانا عارفة ان انا يعني انا بعمل دوت سعيا ان اليوتيوب يوم من ما يكون مصدر دخل ليا، لحد بقى ما ربنا يكتب لك التوفيق. يعني مش كل شخص بيفتح مشروع بينجح فيه، ولا كل شخص مثلا بيدخل وظيفة بينجح فيها او بيرتقي فيها كترتيب وظيفي. بس ولكن ما علينا الا السعي. الواحد لما بيسعى بياخد نتيجة تعبه دوت. حتى لو انت سعيت في فترة ما وما خدتش حاجة، مؤكد الا هتكون بتتعلم حاجة. انت الكسبان مش هتكون خسران. بس زي ما اقول لكم لازم انت تكون مؤهل نفسك، انت تبقى عارف ان دي حاجة جد. ما تبصوش للموضوع ان هو امر تافه، ان من على الشاشة ايه فيديوهات ايه يعني يوميات. انا هتكلم على بصورة خاصة انا عشان انا محتوايا يوميات، ان ايه يوميات. بس انا اصلا عشان اقدر اقدم لكم 10 ولا 20 دقيقة دي، صدقوني فعلا انا بتعب فيها. بتعب من وقت تصوير، من وقت ازاي تسلسل الاحداث، من وقت ان انا اقعد اعمل مونتاج. يعني فهو شغل. اليوتيوب مش شغل، مش تسلية خالص. الموضوع مش تسلية.
الا ايا كان بقى، يعني اهداف الناس مختلفة، بس انا واحدة عن الناس الى الان ما زلت ان اليوتيوب بالنسبة لي مش تسلية. هو حاجة كبيرة جدا على مستوى الاجتماعي في حياتي، ولكن هو بالنسبة لي جزء من الحاجات اللي انا بحاول انجح فيها في حياتي، وهو مصدر دخلي. انا لو ما اشتغلتش يعني يوم ولا اتنين، ده بيكون ليه تأثير كأنك موظف بالظبط. موظف انت غبت عن شغلك يومين او ثلاثة، لما تيجي تقبض اخر الشهر هل هيدوك اليومين ثلاثة دوت؟ لا، هيخصموهم. هو نفس كده الفكرة. فانت لازم تبقى داخل واخد اليوتيوب دوت بجدية علشان تقدر تكمل فيه. مش مجرد ان هو حاجة ما الناس كلها بتفتح قنوات وكله هو بيجيب مثلا بيكسب ملايين من الهوا. اليوتيوب برضو يا جماعة مش بيكسب ملايين ولا حاجة، بيكسب ملايين لناس معينة، ولكن الربح من اليوتيوب مختلف تماما. مش كل قناة زي التانية، ولا كل شهر اصلا زي التانية. بالنسبة لنا احنا ذات نفسنا اصحاب المحتوى، في عوامل كتيرة جدا هي اللي بتكون محددة انت هيدخلك كام من الشهر دوت من اليوتيوب. ولكن زي ما بقول لكم الموضوع كله بيبقى السعي والاجتهاد والاستمرارية. لو انت عايز تنجح في اليوتيوب وعايز يكون مصدر دخل ليك، لازم تبقى عارف ان دوت شغل، مش حاجة ترفيهية. الموضوع مش سهل، ولكن مش صعب انك توصله. لان انا واحدة من الناس وانا ما كانش عندي اي مؤهلات خالص، ولكن حاولت خلال ال3 سنين دولت ان انا اوصل. يعني حبيبي مش عارفه هاخده في حضني وانا نايمه النهارده. تقدر ان انت تنجح وتحس بنجاحك، وتقدر ان هو يكون مصدر دخل ليك. انا بقالي سنتين، الف حمد والشكر يا ليك يا رب، اليوتيوب هو مصدر من مصادر الدخل يعني. فالحمد لله بسعى وما زلت عايزه اسعى. ولو بحب ان انا فعلا اطور، صدقوني ببقى عايزه اطور علشانكم انتوا، علشان تكونوا كده مبسوطين ومستمتعين. مش عايزه اطول عليكم، حاسه ان انا رغيت كتير اكيد قوي قوي قوي، بس بجد مبسوطه ان انا صورت الفيديو ده معاكم، ومبسوطه ان انا شاركت اللحظه دي معاكم، عشان الدرع ده مش بتاعي انا لوحدي، الدرع ده بتاعكم كلكم، وشاركتوا فيه، شاركتوا لحد ما فعلا ان هو يوصلني وان انا اصور معاكم الفيديو دوت. بحبكم، ادامكم الله نعمه في حياتي. اشوفكم على خير فيديو جديد، واقول لكم باي باي.